السؤال ده مهم جدا الصراحة، ويعني كلنا بنسأله لنفسنا. طب احنا قاعدين نقول الكمبيوتر وبيشتغل والبروسيسور، طب نعرف بقى نصنعه؟ الإجابة لا، طبعا ما نعرفش نصنعه. وهو ده الفرق ما بين الساينس والتكنولوجي. يعني العلوم ان انت بيبقى عندك النظريات العلمية والمبادئ العلمية، التكنولوجي بقى ان انت تعرف تصنعها. العلوم حاجة موجودة عند كل الدول، يعني احنا نعرف نعمل اي حاجة كمصر، وعندنا دكاترة وباحثين وناس تقدر تعمل اي حاجة. لكن الحاجة الممنوع تصديرها غير للدول الصديقة هي التكنولوجيا نفسها، هي انك انت ازاي تصنع ده، او ده عشان يتصنع محتاج مكان معين عشان يقدر يعمله، او خامة معينة. ده اللي ما بيتصدرش. يعني يمكن اشهر حاجة دايما محطات توليد الكهرباء مثلا النووية، هتلاقي ان احنا عندنا بندرس كل الافكار بتاعتها في ثانويه عامه، والدكاتره في علوم عارفين هي بتشتغل ازاي. لكن بقى ازاي هتجيب البارتيكلز بتاعت النيوترون وتضرب بيها الاتوم وتجيب الكلام ده ازاي، ده بقى اللي محتاج انك انت تجيب التكنولوجيا اللي بتعمل المفاعل نفسه. نفس الكلام في الكمبيوترز. احنا عارفين الاند جيتس والناند جيتس، بس ازاي تقدر بقى تحط مليار واحده على تشيب او اي سي؟ ده ما عندناش للاسف، مصر ما بتعملش اي سي، وبالتالي هي البيزك بيلدينج بلوك لاي كمبيوتر، فده صعب حتى الان. ممكن تبقى دخلت في الحاجات البسيطه بس. ويمكن ده سبب تطور الصين، ان الصين كانوا شاطرين جدا بدايه دخولهم في الصناعه في الجزء الالكتروني، لان هم كانوا بيعملوا تلفزيونات ولعب اطفال، فشاطرين في ان هم يعملوا الاي سي هات. وهتلاقي كل الشركات الكبيره لما بتيجي في الفابريكيشن او في التصنيع بتروح للصين. فبرضه الصين بيبقى حتى لو مش فاهم الحاجه من جوه معموله ازاي، عنده ايدج ان هو بيصنعها. فدي اجابه السؤال. للاسف العلوم بتتصدر وكل الناس عارفاها، انما ازاي تعملها هو ده السؤال اللي كلنا اصلا بندور وراه.